ماشي دائما الوليدات الصغار كيكذبوا وفي نفس الوقت ماشي دائما كيقولوا الحقيقة. غير هو واحد الحاجة ضرورية اللي خاص الواحد يلتزم بها، هي ملي يجي عندك ولدك ولا بنتك يقول لك راه فلان كيخلعني ولا فلان قال لي ولا فلان دار شي حاجة خوفاتني، ما تخليش هذا الموضوع يمر مرور الكرام. سول بحث في الموضوع، والأحسن هو تراقب الشخص اللي خاف منه ولدك. وهذا الخطأ اللي يقدر يوقعوا فيه بزاف ديال الآباء وهو نفسه اللي وقع لواحد الأسرة قرروا غادي يدخلوا واحد العاملة أو مربية لدارهم باش تعاونهم على الولاد، ولكن إهمالهم لخوف ولادهم خلاهم يطيحوا في ما لا يحمد عقباه. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة مزيانة؟ كيف دايرين مع هاد الأجواء ومع هاد الشتا الكتيرة؟ إن شاء الله ما تكونوش تضررتوا منها. أما بالنسبة للناس اللي تضروا من الفيضانات، دعواتنا معاكم، ربي يفرجها عليكم وإن شاء الله ترجعوا لديوركم سالمين غالمين. والناس اللي توفى لهم شي واحد من حبابهم، الله يرحم فقيدكم والله يرزقكم الصبر ويرزقوا الجنة بغير حساب. المهم قبل ما نبداو في قصة اليوم، مرحبا بكم في الانستغرام ديالي دعاء سليم، تما غادي تلقاوني ديما حاضرة، وحتى الناس اللي عندهم قصص مرحبا بهم، أنا رهن الإشارة. ودابا إلا كنتو واجدين يلا نبداو قصة اليوم. صاحبة القصة كتقول: أنا سميتي دنيا، عندي 31 سنة، مرا مزوجة وعندي تبارك الله 3 ديال الوليدات. تزوجت على 20 عام وولدت ولدي الكبير عبد الحكيم وأنا عندي 21 سنة، يعني حاليا عبد الحكيم عنده 10 سنين. بنتي الوسطانية سميتها نهى عندها 7 سنين، وآخر العنقود سميتها آمال والسن ديالها 4 سنين. نهار جا تقدم ليا راجلي مصطفى حرفيا ما كان عنده والو من غير خدمته والسمعة ديالو الحسنة، إنسان على قد الحال، لا هو لا العائلة ديالو، ناس محافظين دراوش والله يعمرها دار. كنا في نفس المستوى المادي، بجوج بينا والدين على قد الحال وبجوج بينا خدامين على راسنا. يعني نهار تقدم ليا حتى انا كنت خدامه، ومن ورا الزواج كملت قرايتي عن بعد وخدمت في خدمه احسن من الاولى. المهم تزوجت انا ومصطفى، كرا لينا واحد الدار صغيره في حي شعبي هي في المدينه حياتنا الزوجيه. ومباشره من بعد ما ولدنا عبد الحكيم الحمد لله، وضعنا المادي بدا كيتحسن وانتقلنا لشقه كبر وفي حي زوين وتما فين ولدت بناتي بجوج. الحياة الزوجية ديالنا كانت غادا كيف كنت كنتمنى. بعض المرات كيكونوا المشاكل بحال بزاف ديال الأزواج، ولكن بالنسبة ليا كانوا مشاكل عادية وبسيطة دغيا الحمد لله كنتخطاوهم، وهادشي اللي كان كيخلي الحياة تبان ليا مثالية ولله الحمد. من نهار تزوجنا وحنا كنحلموا نوصلوا لهدف واحد، وهو نقريو وليداتنا في أحسن المدارس، وكذلك نشريو شقة كبيرة في حي راقي. مع مرور السنين ومصاريف الولاد عرفنا أن داك الحلم صعيب يتحقق مع طلبات الوليدات. كل عام المصاريف كتزيد واخا كانوا صاليراتنا كبار، وباش يتحقق لينا حلمنا غادي نقرر انا وراجلي نهزو كريدي كبير من البنكه ونشريو الدار هي الاولى، وفي بلاصه ما نخلصوا الكرا للناس غادي نخلصوا دارنا وفي الاخير غادي تبقى لينا، حيت هذا هو الحل الانسب لينا واللي شفنا بزاف ديال زملائنا الموظفين داروه باش شراو الدار. فعلا خدينا الكريدي، شرينا شقة الأحلام في حي زوين. كان كيحساب لينا ملي غادي نديرو هكا غادي نرتاحو وغادي نتهناو من شحال من حاجة، ولكن سبحان الله من نهار شرينا الدار عاد عرفنا النعمة اللي كنا عايشين فيها قبل ما نديرو الكريدي. الفلوس اللي كانوا كيشيطوا لينا من صاليراتنا ما بقاو قاديننا في والو، يلاه مشيين بهم مصاريف الماكله والشراب ومتطلبات الولاد. بقينا غاديين على هذاك الحال شحال من شهر حتى غادي يجي النهار اللي عرضوا عليا في الخدمه غادي نتحول لفرع اخر ديال نفس الشركه في المدينه اللي حدانا، وفي المقابل غادي نتزاد مزيان في الخلصه. من بعد مشاورة راجلي ومن بعد ما درسنا الأمور المادية طبعا قررت نقبل وناخد أنا الطوموبيل نتنقل بها، وراجلي غادي يبقى يمشي غير في الطاكسي بحكم خدمته كانت ما بعيداش على الدار. أما بالنسبة للوليدات كنت مدخلاهم لنفس المدرسة بريفي، أنا كنت كنخرج بكري باش يلاه كنوصل للخدمة، وراجلي هو اللي كيخرجهم الصباح للترونسبور، وفي العشية كنرجع من الخدمة قبل ما يخرجوا وكيلقاوني كنتسناهم في الدار. الحاصل كنا استقرينا ماديا بالزيادة اللي زادوني ولينا عايشين بخير وكنوفروا الفلوس، ولكن كيف كيقول المثل حتى حال ما كيدوم. راجلي مصطفى كان وقع ليه واحد المشكل مع المدير ديالو وصل لتبادل السب والضرب. الضرب كان من طرف راجلي وكانوا شهود شاهدين على الواقعة، وكذلك كانوا كاميرات المراقبة. وباش راجلي ما يدخلش للحبس خرج من الخدمة بلا ما يقدر يطلب حتى تعويض باش في المقابل ما يدخلش للحبس. ولكم أن تتخيلوا كيفاش غادي نوليو ملي غادي تقطع لينا صالير على قدو في رمشة عين. وليت أنا اللي كنخلص كريدي ديال الدار كامل ومصاريف الماكلة ومازوت الطوموبيل ومدرسة الدراري، تزيرنا ديال بصح. راجلي ملي خرج من الخدمة ما جلسش
مباشرة بقى كيدفع للخدامي على حساب الدومين ديالو باش لعل وعسى يعيط ليه شي واحد يخدم معاه. ولحسن الحظ ومن بعد 4 شهور ديال الانتظار غادي يجي الفرج من بلاصة ما كناش ظانين بيها. راجلي كان عنده واحد صاحبو خدام معاه في هاد الشركة اللي خرج منها، وتا هاد صاحبو كان خرج من الشركة قبل سنين ومشى لمدينة أخرى دار فيها مشروعو الخاص هو وخوه، وبحكم أنه عرف راجلي خرج من الخدمة اتصل بيه وعرض عليه يجي يخدم معاه يجاري ليه الخدمة حيت محتاجين شي واحد ثقة بحالو. راجلي مباشرة وافق حيت عرض العمل كان مغري، ما كانش غادي يشد صالير في آخر الشهر وإنما كان بنسبة الأرباح، وزيادة على هادشي كانوا عاطينو السكنة في الخدمة بحكم أنه غادي يضطر يغيب باليومين بثلاث أيام. يعني حتى لهنا كان كلشي زوين، غير هو ضروري إلا تقادات من قنت كتعوج من واحد القنت آخر. الولاد ما كنا لقينا ليهم حتى شي حل، لا شكون غادي يبقى يخرجهم الصباح للترونسبور ديال المدرسة، ولا مثلا لا قدر الله شي واحد مرض وعيطوا علينا من المدرسة ما كاين اللي يمشي يجيبهم، كلشي خدام بعيد. مصطفى غادي يقول صاحبو يصبر عليه غير بما لقاو شي حل، وفعلا جلسنا فكرنا مع بعضياتنا وقررنا غادي نجيبو مربية للوليدات وفي نفس الوقت عاملة تجمع الدار وتكلف بكلشي. من نهارنا بدينا كنسولو الناس اللي كنعرفوهم لا كان شي واحد فيهم كيعرف شي مرا تبغي تخدم بالبياتة، ولكن اللي كينعتوها لينا كطلب منا شي مبلغ خيالي حيت كاينين 3 ديال الوليدات وعاد زيد شقة ديال الدار. عينا من قلبو ما لقيناش بالثمن في المتناول ديالنا. من بعد سيمانه ديال التقلاب اضطريت غادي نشد كونجي باش نجلس مع ولادي وراجلي غادي يمشي يسافر باش يبدا الخدمه. في هذاك الوقت حاولت نستغل الوقت نخمم الدار وندير ليها الميناج الكبير، وحيت صحتي كانت على قدي اضطريت انني غادي نخرج للموقف غادي نشوف شي مرا تجي تعاوني. المهم انا داك النهار كنت فقت معطله حتى شي 11 تقريبا هزيت الطوموبيل مشيت للموقف. كنلقى 3 ديال العيالات، وحده بنت البلاد وجوج افريقيات. انا بصراحه مشيت ديريكت لعند بنت البلاد سولتها واش تبغي تمشي تخمن ليا، ولكن السيده جاوبتني بلي دايره مع شي مرا غادي تجي تهزها من الموقف باش غادي تخمن ليها، وقالت لي شوفي مع وحده من هادو على حسابي راه ديما كيديوهم الناس كيخدموا ليهم وكيشكروهم. انا بصراحه ماشي ضد ندخل وحده من جنسيه اخرى تخدمني، ولكن تجربه عمري عشتها وكان عندي منها تخوف. ولكن ملي شكراتهم ليا السيدة قلت مني من الناس حتى أنا نجرب عاد نحكم. قبل ما نسولهم شكون فيكم غادي تمشي معايا، وحدة من هاد الإفريقيات غادي تهضر معايا بلهجتنا. راكم عارفين الأغلبية كيتعلموا العربية بكثرة ما عاشوا معانا، غير هي ديك العربية مغلوبين فيها شوية. قالت لي ديني أنا راه يومين ما خدمت ونخدم ليك بالثمن اللي بغيتي. ملي سولتها بشحال تخدمي ميناج كبير للدار كاملة قالت لي غير اللي عطيتيني. ايوا حتى انا حيت كنت شويه شاده يدي من الفلوس باش بلا ما نكذب عليكم قلت ليها بسم الله وطلعتها معايا للطوموبيل ونيشان للدار عندي. هاد المساعده كانت مسلمه سميتها فاطمه السن ديالها 35 سنه، تبارك الله كانت صحيحه ديال بصح. غير وصلات شمرت على دراها وخملت ليا في ظرف نهار واحد 3 ديال البيوته والصاله، صبنات الفراش حكات الزرابي سيقات البيوت كلشي دارته. بقات ليها الكوزينه حتى هي بغات تدخل ليها، ولكن كانت تعطل الحال وقلت ليها حتى الغد ليه وترجع ليها. وملي كانت بغات تمشي خلصتها في خدمتها كامله، حتى من الكوزينه اللي مازال ليها خلصتها فيها. قلت غادي نجربها وغادي نشوف واش ثقه، واخا كان عندي شك انها غادي تشد هذوك الفلوس وما غاديش تعاود ترجع. الغد ليه مع 9 ديال الصباح فاطمه غادي ترجع عندي للدار وغادي تحنتني. دخلت يا لاله الكوزينه نضاتها حكيت لما عن بجيكس مسحات الغبره مسحات الحيوط كلشي دارته. وبصراحه انا عجبني شقاها وبانت لي انسانه معقوله وما فيهاش كثره الهضره، كتجي كدير خدمتها بالسكات ما كتهضر ما كتسول. زعمت انا وسولتها واش عمرها خدمت عند شي مرا هكا زعما تخدم عندها الشهر كامل ماشي مياومه، وواش سبق ليها خدمات مربيه. فاطمة قالت لي بلي مرة وحدة كانت خدمت عند شي ناس لمدة شهرين حيت مولات الدار كانت حاملة ومريضة، ولكن قدر الله هو ما شاء فعل. راجل هذيك المرأة غادي توفى وغادي يجيو عائلتها غادي يسكنوا معاها وقابلوها لراسهم وهي خرجت من عندهم. وهنا انا فين غادي نزعم وغادي نتحمس صراحة ما عرفتش علاش واخا ما كانش في بالي ابدا هذه الفكرة، وغادي نعرض عليها تجي تخدم عندي بلا ما نفكر في العواقب ديال انك غادي تخدم وحده ما كتعرفهاش وتدخلها لدارك وتخليها مع وليداتك. فاطمه وافقات وتفاهمت معايا على الثمن اللي كان نص المبلغ اللي طلبوه ليا العيالات اللي قبل، وانا فرحانه وما خاصني حتى شي خير. عند بالي راه درت انجاز كبير وانا راه دخلت كارثه لداري. اول
أول نهار لفاطمة في داري عرّفت على ولادي كاملين، عاودت على كل واحد فيهم أشنو كيبغي شنو مكيبغيش، كيفاش كل واحد خاصها تتعامل معاه إلى آخره، واللي لاحظتو فيه هو تجاوبها مع ولادي والابتسامة في وجههم وحتى في وجهي أنا اللي خلاتهم حتى هما يضحكوا معاها ونسبيًا كانوا ارتاحوا ليها. ملي سالينا مرحلة التعارف دزنا للكوزينة باش نوريها شنو نوع الطياب اللي كيبغيو وكيفاش طيب إلى آخره. في الوقت اللي جات فاطمة كان باقي ليا أنا 3 أيام وغادي يسالي ليا الكونجي، علمتها وجلست معاها في هاديك الفترة كنراقبها وكنراقب معاملتها مع الوليدات، وبصراحة ما خلات ليا ما نقول. كانت تبارك الله عليها قد كلمتها، كتفيق قبل مني، كتوجد للدراري الماكلة اللي غادي يديو لمدرستهم، كتفطرهم، كتلبسهم وكتخرجهم للطرونسبور، ومن وراها كترجع للدار كتجمعها، كتسيق، كتنضي كلشي، ما كتجي فين توصل ل10 ديال الصباح كتلقاها سالات الشغالات وجلسات. المهم كانت إنسانة متولة وحريصة على نظافتها ونظافة الولاد والدار. جا النهار اللي غادي نمشي فيه أنا للخدمة وغادي نخلي ولادي مع فاطمة بوحديتهم. ولكن ما تخافوش عليا كنت دايرة الاحتياط من هاد الناحية، كنت مركبة واحد الكاميرا صغيرة في الدار ورا الديكورات اللي كيكونوا معلقين في الحيط بها باش كنت أنا وراجلي كنراقبوا الوليدات إلا مثلا خرجنا هكا قضينا شي غرض ولا اضطرينا نخليوهم بوحديتهم. وهاد الكاميرا طبعا ما كانتش في خبار فاطمة. ملي وصلت للخدمة وقلت غادي نحل هداك التطبيق ديال الكاميرا كنلقاها ما خداماش ولا ما نعرف هداك التطبيق خسر، وبصراحة ما عرفتش واش يلاه خسرات في هداك النهار ولا خسرات قبل، حيت من نهار شديت أنا كونجي نجلس مع الدراري ما بقيتش دخلت ليها. ما عطيتش أنا الموضوع أهمية وقلت صافي ماشي مشكل، وعيطت غير في التليفون ديال ولدي الكبير كنت دايراه ليه باش نتواصل معاه، سولت فيه وفي خوتو وحتى في فاطمة الأمور كانت كاملة مزيانة. كملت خدمتي هداك النهار ومشيت للدار بلا ما ندير الحس باش نشوف ولادي أشنو كيديروا وكيفاش كتعامل معاهم فاطمة. وبصراحة كلمة حق نقولها قبل ما نحل الباب ديال الدار ولأول مرة كنسمع صوت ولادي ال3 كيضحكوا بهستيريا. كأي أم طبعًا فرحت وحسيت بالراحة حيت تأكدت أن ولادي مرتاحين ديال بصح. حليت الباب ودخلت كنلقى فاطمة مركبة بنتي الصغيرة في ظهرها وكتجري بيها في الصالة والآخرين تابعينها وكيضحكوا، خالقة ليهم واحد الجو زوين وكتلعب معاهم وكيلعبوا معاها بحال كيعرفوها من سنين. سلمت عليهم سولتهم كيف داز نهارهم وشكرت فاطمة على تعاملها الزوين معاهم، وغير كملت معاها الهضرة قالت لي راه كلشي واجد في الكوزينة ونيت حتى الدار كانت مجموعة. طلبت مني الإذن تمشي لبيتها وتخليني ناخد وقتي مع وليداتي الراس في الراس. قلت ليها طبعا خدي راحتك، وعجبني التصرف اللي دارت بزاف حيت عطاتني انا ووليداتي فرصه غادي نكونوا فيها غير بوحديتنا. استمرينا على هذا الحال لمده شهر كامل، كنمشي للخدمه كنجي راجلي كيمشي يخدم يومين 3 ايام كيجي، الوليدات كيمشيو للمدرسه. فاطمه هذاك الشهر كامل دوزات وكيف كنت كنتمنى، الانضباط النظافه مهليه في الولاد، الامور كامله مزيانه. فوقاش غادي تتبدل حياتنا هي ملي كمل الشهر الأول وبدينا في الشهر الثاني، أكفس شهر غادي ندوزوه في حياتنا. من بعد ما دخل الشهر الثاني بيومين واحد الليلة كنت ناعسة حتى سمعت دقان خفيف باب بيتي، ومباشرة من بعدها دخل عندي ولدي عبد الحكيم. هذه أول مرة في حياتي ولدي غادي ينوض في هذاك الوقت وغادي يجي حتى لعندي. نعس وكان ثقيل ثقيل لواحد الدرجة ما تتصوروهاش، كان ماشي كينعس كان بحال كيموت، كينعس في الليل ما كيفيقش حتى الصباح وبزز منه. جاني فيه العجب جلست فوق الناموسية وجريتو حدايا كنقول ليه مالك ولدي، وكندوز عليه يدي على راسو لا تكون فيه مثلا سخانة ولا شي حاجة. انا كنهضر معاه وكنسولو وهو كيشوف جهة الباب ليكون واقف فيه شي واحد، وفجأة دار عندي وقال لي الجملة اللي ما كنتش كنتسناها من عنده: ماما واخا تجري على فاطمة وتجيبي لينا شي مرا اخرى من غيرها. جاني الطلب ديال ولدي عجب في هذيك الوقيته. ملي سولتو علاش في الاول ما بغاش يقول ليا، ولكن من بعد ما بقيت كنلح عليه ناض من حدايا سد الباب ديال البيت وعاد رجع لعندي. قال لي يا ماما راه هذيك فاطمه من نهار جات دابا 2 ديال المرات كنكون ناعس وكنحس بشي واحد كيقيس ليا يدي وكيوشوش حدايا. ملي كنحل عيني كنلقى فاطمه جالسه في الارض وشاده ليا يدي اليمنيه كدوز على يدي بيديها وكتهضر باللغه ديالهم ولا ما نعرف، المهم كتقول شي حاجه ما مفهوماش. وزيد قال لي راه كنبقى متكي ما كنقدرش نتحرك غير كنشوف فيها وخايف حيت كتكون كتشوف فيا وكتضحك، ملي كتسالي كتوقف وكتمشي بحالها. شديت ولدي بين يديا وزيرت عليه بيدي وكنقول ليه واش متاكد من هاد الهضره اللي كتقول؟ قال لي متاكد، ووقعت ليا 2 مرات. 2 مرات كنفيق كنلقاها كدير نفس الحاجه، وشحال من مره كنفيق كنلقاها واقفه حدا الباب وكتشوف فيا.
غير كتشوفني حليت عيني كتمشي بلا ما تهضر معايا. شديت ولدي عندي هاديك الليلة نعستو حدايا وقلت ليه ما تخافش، راه غادي تكون غير كتقرا عليك القرآن وما كتبغيش تفيقك، وإلا كانت كتحضيك راه غير كتبغي تشوفك واش فقتي وكتمشي توجد ليك الفطور. وبصراحة هاد الهضرة كاملة اللي كنت كنقولها لولدي كنقولها ليه بصح ومن نيتي، منها كنواسيه بها ومنها باش ما نقمعوش، حيت بصراحة في هذيك اللحظة كنت متأكدة حتى حاجة من الكلام اللي قال ما كاينة. الولد ديما كنحصلو كيتفرج في مقاطع أفلام ديال الخليع وكنعيا نهضر معاه ما يبقاش يتفرج فيهم حيت عارفاه خواف وكيبقى يحلم ليا بالليل. داكشي علاش ما عطيتش الموضوع أهمية. دازت سيمانة على هاد الموضوع ديال ولدي وكنت في ديك الوقيته حيدت ليه التليفون. جا راجلي من السفر وقرر باش يجلس معانا شي ايام حيت السيمانه اللي قبل ما كانش جا. ايوا المجيه ديالو مع جات مع الويكاند، كنا في كل مره كنبغيو نديو الدراري ونخرجوا كاملين وزعما نديو حتى فاطمه كنتفاجئوا بها ما بغاش تخرج معنا تبرزتنا وتحرمنا من الاجواء الاسريه. وحيت كنت هبيله كنت دائما معجبه بمواقفها واللي ما كانش في راسي وراه هذيك الجلسه في الدار كان كيوقع العجب المعجب. من بعد ما دوزنا الويكاند راجلي رجع لخدمته نهار الاثنين في الصباح ونيت انا رجعت لروتين الخدمه. في نفس النهار يعني نهار التنين في الليل تعشيت انا والولاد كل واحد ديتو لبلاصتو ومشيت حتى انا نعس في بيتي. تكيت وبصراحه ما عقلتش كيفاش حتى داني الناس حيت كنت عيانه وما عرفتش شحال ديال الوقت نعست. انا في غرق النعاس ناعسه على جنبي اليسار حسيت بيد شي واحد تحطات ليا على خدي، يد كبيره بزاف شدات ليا النص ديال وجهي كامل وبحال شاعله فيها العافيه. وقع ليا بحال ملي كيكون شي واحد طالع عليه السخانه بزاف وكتقيس ليه راسو بيدك، غير انا وقع ليا العكس، اليد اللي فيها الحراره هي اللي تحطات على خدي. في الاول كنت كنحاول نستوعب شنو هادشي وللحظه ظنيتها يد الزوج ديالي، ولكن ملي وعيت راسي تفكرت بلي راجلي مسافر للخدمه وانا كاينه غير بوحديتي في البيت. بالخلا ما عرفتش كيفاش حتى جمعت الوقفه وشعلت الاباجوره اللي كتكون فوق الكوافوز اللي جنب الناموسيه حيت كانت هي اقرب اضاءه ليا. كندور وجهي لهنا ولهيه، البيت خاوي والباب مسدود، كاينه غير انا بوحديتي. اول حاجه جات في بالي ملي ما لقيت حتى شي واحد هي انني كنت كنحلم اولا يمكن هذاك الجاتوم اللي كيعاودوا عليه. طلقت القران في تليفوني ورجعت لناموسيتي بقيت جالسه وفي نفس الوقت كنردد القران مع التليفون. وبالخوف حتى ل4 ديال الصباح عاد داني النعاس. داز 2 سيمانات على هاد الواقعه وبصراحه في هاد الايام واخا كنت كنعس بصعوبه ولكن ما عمر عاود وقع ليا بحال هادشي اولا زعما حلمت بشي حاجه خايبه. وهذا الشيء كيف قلت لكم غير في ظرف هاد 2 سيمانات. اما ملي فاتت 2 سيمانات غادي بدا يتبدل الوضع تدريجيا. واحد النهار من بعد ما ساليت الخدمه ومشيت للدار لقيت ولدي عبد الحكيم في بيته كيحفظ وبنتي الوسطانيه نوها والصغيره كاع امال جالسين ملاصقين مع بعضياتهم في بيت التلفازه. غير شافوني ناضو كيجريو ماما ماما وبداو كيتباكاو بجوج بيهم. ملي سولتهم مالكم قالوا لي عرفتي شنو خرج لينا، راس بنادم من سطل ديال الازبال اكرمكم الله. انا ما نكذبش عليكم كل ما شفتهمش كيبكيو كنت غادي نضحك عليهم، ولكن حيت باين عليهم الخوف والدموع والشهيق عنقتهم وقلت لهم ما تخافوش انا معكم، وطلبت من بنتي الكبيره تعاود لي شنو وقع. تما غادي تقول ملي جينا من المدرسه فاطمه هي اللي تعرضت لينا، طلعتنا للدار بدلات لينا حوايجنا وقالت لنا جلسوا هنا في البيت ديال التلفازه حتى نجي عندكم. ولكن عبد الحكيم كانت عنده الحفاضه مشى لبيتو وسد عليه باش يحفظ وقال ما فيه ما ياكل. وانا واختي بقينا في البيت كنتسناو فاطمه طيب لينا شي حاجه ناكلوها كيف العاده. ملي شفناها تعطلات بقينا كنعيطوا عليها ما جاوباتناش. نضنا ومشينا عندها الكوزينه ما لقيناهاش وما بغاتش تجاوبنا ولا تحل الباب ديال بيتها. رجعنا للكوزينه وبديت كندير ليا انا واختي ساندويتش حتى كنسمعوا صوت التقرقيب اللي جاي من الجهه اللي من تحت لافابو محطوط فيها سطل ديال النفايات. ملي طليت نشوف شنو كاين تما شفت راس ديال فاطمه خرج ليا من السطل. بنتي كتعاود هادشي وهي كتبكي وخايفه وختها هي حداها كتقول ليها اها ماما وتخلعنا بزاف. واللي فهمته من بعد هاد التعاويد ان بنتي الصغيره ما شافت والو غير تاثرت بهضره اختها اللي عاودت ليا هادشي وتخلعات. بنتي نوها كتقول ان فاطمه جابت ليهم من بعد ساندويتشات ياكلوهم ولكن هما ما بغاوش وفضلوا حتى نجي وناكلو، او بمعنى اخر الخوف كان سد ليهم الشهيه. ملي سولت البنات بجوج بيهم فين هي فاطمه حيت ما مولفاش تعرفني جيت وما تجيش تسلم، قالوا لي راها في الكوزينه. مشيت مباشره للكوزينه كنعيط فلانه 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 ما كايناش في الكوزينه. ومع الدوره غادي ندور زعما باش غادي نمشي لعندها لبيتها كنلقاها واقفه ورايا وكتضحك. نعم اختي عيطتي ليا. ما عرفت شنو وقع ليا بصراحه ولكن ملي شفت فاطمه ما درت حتى رده فعل، ما سولتها لا علاش خليتي البنات بالجوع حتى قالها لك راسك عاد نطيتو كليهم. ما سولتها على حتى شي حاجه،
لقيت راسي حتى أنا كنتبسم ليها وكنقول لها تمشي تستف شي خضرة جبتها وقلبت الموضوع في خطرة. دازت داك العشية كنت دوزتها غير مع وليداتي كنحفظهم ونجمع معاهم حتى تعشينا وصل وقت النعاس. كيف العادة كل واحد فينا مشى لبلاصتو لبيتو. عبد الحكيم كنت دايرة ليه بيت بوحدو ونهى وآمال بيت بوحديتهم. أنا مشيت لبيتي ضربتها بنعسة حتى وصلت 2 ديال الليل بالضبط. تما غادي تفيقني واحد مولاتي الغوتة مجهدة ديال بنتي نوها. نضت كنجري وكنتعثر في جليلي حتى وقفت عليها. كانت مغطية راسها بالمانطا ومكمشة وكتبكي. كنقول لها مالكي مالكي وهي كترعد وكتقول لي جري عليها جري عليها. شكون هادي اللي غادي نجري عليها وغير تكالماي بعدا باش نعرفك اشنو كتقولي. قالت لي بالحرف ماما جري على فاطمه راه كتخلعني. عنقت بنتي وبقيت كنهدن فيها باش نفهم منها شنو وقع وفي نفس الوقت كنسولها مال فاطمه. وهنا بنتي قالت لي جزء من الكلام اللي قال لي خوها. قالت لي كنت ناعسة وملي ضربتني الفيقة كنلقى فاطمة حالة الباب ومدخلة غير راسها كتشوف فيا وكتضحك وعينيها كيتقلبوا. امل صغيره حتى هي فقط كتبكي مخلوعه واخا كانت ناعسه ما شافت والو. ديت بناتي لبيت النعاس ديالي وخليت عليهم الضو مشعول ومشيت طليت على عبد الحكيم لقيتو حتى هو ناعس. ومشيت ضربت دوره في الدار كامله ساعه ما لقيتش فاطمه وعلى ما بان ليا كانت ساده عليها في بيتها. غير هو السؤال اللي كان جاني في بالي هذيك الساعة علاش ما فاقتش وجات عندنا ملي سمعت صوت بنتي كتغوت وهي كتقول نعاسها خف من الريشة. وهذا الشيء كان بالنسبة ليا كيعني جوج ديال الحوايج. يا إما السيدة عيانة طاحت نعسات ما سمعت لا غوات لا والو، يا إما فايقة وفعلا هي اللي خلعت بنتي ودارت راسها ناعسة وما خرجتش من البيت. لغت لي غير فقط لقيت فاطمة فايقة قبل مني كتوجد ليا الفطور وكتوجد حتى للدراري شنو غادي يديو معاهم. وقبل ما نخرج للخدمة سولتها معايا نعسات وواش البارح ما سمعت شنوها ملي غوتات. جاوبتني بلي هي نعسات مع 11 ديال الليل وما سمعت والو وصافي ما سولتني لا اشنو وقع لا علاش غوتات البنت لا حتى شي حاجه. مشيت للكوزينه تقضي شغلها وخلاتني غير كندور في عيني وكنشوف. وفي الحقيقه هاد الحركه اللي دارت فاطمه خلاتني نشك فيها كتعمد تخلع البنات حيت ما يمكنش هي ما عارفه والو وما تسولش اشنو وقع ليكم ولا علاش غوتات البنت. من داك الليله وانا نعاسي قليل غير راده البال مع ولادي نعس ونفيق نضرب عليهم طله في بيوتهم ونعاود نرجع نعس. كنبقى الليل كامل وانا على هذاك الحال لمده سيمانه كامله حتى غادي يجي الليله اللي غادي يمشي كلشي ينعس بيتو وتا انا مشيت نعس. كنت محقة التليفون يصوني كل ساعتين ساعتين ونص باش نوض نشوفهم ونرجع. المهم كنت قلت لكم نعسنا وصونا ليا التليفون طليت على ولدي هو الاول لقيتو ناعس ومرتاح. وقبل ما نوصل للبيت ديال البنات زعما قبل ما نحل عليهم الباب سمعتهم عاطين هاد الضحوكات ومازال ما نعسوا. وخا هذيك الساعه كانت وصلت الوحده ديال الليل والغد ليه صابحين قاريين. حليت عليهم الباب وانا معصبه ناويه ليهم على خزيز حتى غادي نتصدم بالمنظر اللي شافته عيني. تخيلوا معايا مع حليت الباب لعبه من لعاب بناتي طاحت الارض بحال شي واحد كان كيلعب بها ولا لاحه. والمشكله هي بناتي بجوج بهم غارقين في سابع نومه ناسين وما جايبين خبر للدنيا. كل ما شفت هذيك اللعبه طاحت في الارض يمكن كنت غنقول غير تهيئ ليا صوت البنات كيضحكوا. دخلت عندهم البيت سديت عليا معاهم وصونيت لراجلي في هذاك الليل عاودت ليه اشنو كاين. بصراحه حتى هو كان تخلع حيت سبق لي عاودت ليه كاع المواقف اللي وقعوا لينا وتما كان نصحني باش غادي نطلق القران في الدار ونجري على فاطمه حتى نلقى امراه اخرى ثقه. المهم طلقت القران في هذيك الليله وبت مع بناتي في البيت. والغد ليه قررت انني ما غاديش نمشي للخدمه وقررت غادي نبقى في الدار مع ولادي غادي نعاون فاطمه في الشقه ديال الدار وفي نفس الوقت غادي نراقبها نشوف شنو كدير والدراري ما غاديش نصيفطهم من المدرسه. وفعلا داكشي اللي كان. فقنا هذاك الصباح فطرنا فاطمه مشات للكوزينه وانا في البيت ديال التلفازه مع الدراري. ملي سالاو فطورهم نض جمعت الطبله ورجعت مباشره غادي نجمع بيت الكلاس. وللمعلومه هذاك البيت كنت مفرشه فيه فوطويات وواحد الموكيت صغير شاد غير تحت الطبله. شطبت هذاك الموكيت وحيدته وجريت الفوتوي باش حتى هو غادي نشطب من تحته. وتخيلوا معايا مع الجره شنو غادي نلقى محطوط تما. لقيت واحد الكموسه هي ماشي كموسه هكا دايره بحال الكره ولكن كانت في حجم داك التليفونات عظم ملويه بتوب كحل مخيط بخيط كحل غليظ وكان داك الخيط من الجناب. في الاول ما قدرتش نهز هذاك الشيء مشيت جلست وكنقرا القران في نفسي حتى تشجعت عاد هزيت هذاك الكموسه من الارض. قطعت الخيط بالموس حيدت هذاك الثوب كنلقاها عامره بالتراب كحل فيه واحد الريحه ناعيه ما نوصفها لكم
ما غاداش نعرف، ولكن تقريبا كانت قريبة من الريحة ديال الحوت ملي كيدير الريحة. لا حتى ديك الكموسة من يدي وعيطت مباشرة على فاطمة اللي غادي تسمعني كنعيط بالجهد غادي تجي كتجري. ياك لاباس مدام؟ قلت ليها اشنو هاد الوسخ؟ فاطمة شافت فين شيرت ليها وهي مصدومة، ولكن الجواب اللي جاوباتني بيه هو اللي كيصدم كثر. قالت لي هذاك الشي ديالي علاش حليتيه؟ قلت لها كيفاش ديالك اختي واش كتهضري من نيتك؟ قالت لي بكل جرأة كنهضر من نيتي، وهذاك الشي راه التحصين ديالي ما كانش عليك تحليه حتى تسوليني. ما نكذبش عليكم استفزتني بجوابها ونبرة التحدي اللي في كلامها والطريقة كيفاش كتهضر معايا بصبعها. انا مولات الدار وخاصني ما نقيس الحاجة حتى نشاورها، والمشكلة ماشي اي حاجة، هادشي في بيت البلاس ماشي في بيتها وسط خصوصياتها. بقيت كنغوت عليها علاش تدخلي لي هاد الوسخ لداري، اش هاد التعويض، واش التراب فيه الريحه ديال الجيفه وانت كتقولي لي التحصين ديالك. ايوا السيده خلاتني تاشبع تغوات مع راسي، وهي تقول لي راه ماشي غير تحصين ليا غير بوحدي، حتى لولادك مدام باش ما يأذيوهمش ليك. فاطمه من بعد ما قالت لي اخر جمله ابتسمت في وجهي بطريقه خبيثه ومستفزه ومشات لبيتها سدات عليها. أنا بقيت مشوكية ما فاهمة والو، أويلي واش أنا دخلت سحارة لداري؟ والمشكلة ما قدرتش نجري عليها، في نفسي كنت باغا نجري عليها وكل ليلة كنقول غير يطلع النهار نخرجها، ولكن ملي كنجي للواقع ما كنقدرش نقولها ليها، وحتى بيتها ما قدرتش نتبعها ليه، بحال كنخاف منها ولا ما نعرف فمي كيتخيط حداها. هاد الأفكار غادي يقاطعهم صوت ولدي عبد الحكيم اللي كان كيتسمع صوت هواتو من بيتو. مشيت كنجري عند ولدي، خواتاتو تابعيني كيجريو الا فاطمه طبعا اللي ما طلاتش علينا. كنلقى عبد الحكيم ولدي طايح في الارض، يديه عوجين دايرين من وراه، رجليه كذلك عوجين، عينيه حالهم ولكن مقلوبين، كانت كتبان فيهم غير البيوضه، وفمو خارجه منه واحد الرغوه بيضاء. جلست حداه في الارض مخلوعه، خواتاتو كيغوتو انا كنغوت، كنرش عليه الماء كنحرك فيه، ولدي مغيب نيشان. عيطت على الاسعاف، وقبل ما يجيو جات فاطمه عندي باغا تعاون زعما، بعدتها عليا وتسنيت حتى جاو الاسعاف. ديت ولدي للسبيطار وديت معايا حتى بناتي. ملي وصلنا للسبيطار دخلوا ولدي، داروا به الاطباء وخرجوني. تما غادي نتصل انا براجلي شد الطريق لعندنا، وانا والبنات جالسين برا كنتسناو. حتى دازت واحد الساعة تقريبا عاد خرج عندي واحد الطبيب، قال لي بلي الحمد لله دابا الحالة ديال ولدي استقرات وما بقاش عنده هذاك التشنج، ولكن خاصكم ديروا ليه عدة فحوصات حيت شاكين غادي يكون عنده الصرع. وافقت على جميع الفحوصات دار ليه، خلصت والحمد لله حتى هما كانت خرجت النتيجة ديالهم مزيانة. يعني ولدي ما كيعاني من حتى شي حاجة وما عنده حتى شي مرض، غير هو شنو السبب ديال هادشي اللي وقع ليه ربي اللي كان كيعلم. غير هو الاطباء كيقولوا راه يمكن هادشي يكون راجع لشي مرض نفساني. المهم انا دخلت عند عبد الحكيم ولدي لقيته فايق حل عينيه ولكن ما كيدير حتى ردة فعل. في الاول قلت يمكن غير مخلوع حيت حل عينيه لقى راسو في السبيطار ودايرين به الاطباء، ولكن ملي حاولت نهضر معاه ونطمنو الولد ما كانش كيتجاوب معايا وكيشوف فيا بحال ما كيعرفنيش. ملي وصل مصطفى عندنا حتى هو كان كيحاول يهضر معاه كيضحك معاه والو ما كاين حتى استجابه، غير كيشوف وساكت. خرجناه من السبيطار ديناه للدار، وفي الطريق باه كان صايغ وكيحلف على فاطمه غير غادي يوصل غادي يجري عليها، حيت كيف سبق ليا وقلت لكم عاودت ليه كاع داك المواقف اللي جراو لينا وداك السحر اللي كان تحت الفوتول. ملي وصلنا للدار مصطفى كان هاز عبد الحكيم حطو فوق ناموسيتو، قال لبنات خواتاتو يبقاو جالسين حداه ما يخرجوش عندنا وخا يسمعوا الغوات. سدينا عليهم البيت وخرجنا. مصطفى بقى كيعيط على فاطمه، كيعيط والو ما بغاتش تحل الباب ديال بيتها. صراحه واخا هاد الفعل اللي درناه كان غلط، ولكن اضطرينا غادي نحلو الباب ديال البيت باش نديرو حد لهاد المشاكل. تخيلوا ملي حلينا الباب ديال البيت ما كنلقاوش فاطمه. السيده هازه حوايجها كاملين من البلاكار، صبابطها اي حاجه خاصه بها. قلبنا هذاك البيت شبر بشبر، حرفيا اي بلاصه في البيت تقلبات والو ما لقينا حتى شي حاجه، حتى وصلنا لواحد الكوافوز محطوط جنب ديال الناموسيه. مصطفى قلبو مزيان، حيد ليه المجوره وما لقى حتى شي حاجه، ولكن ملي بغى يرجع المجوره قلب واحد المجر على ظهره، وتما غادي يلقى واحد الجلد ديال الماعز تقريبا شي نص مترو، مطوي 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 ومطرق بالمسامر في هذاك الخشب، كامل محفر ومكتوب بالطلاسم. والمصيبه كانت ملصقه فيه الشعر ديال بنادم، وهذاك الشعر كان مخيط مع الجلد ديال الماعز. وزيادة على هذا الشيء لقينا في البلاكار ديالها بياسات من حوايجي وحوايج ولادي.
وهادوك الحوايج كانوا غير خفاف بحال السوفيطمات بحال التقاشر، ما كانوش مهمين، داك الشي علاش ما لاحظناش الغياب ديالهم. باش نجيكم الصراحة حنا عارفين بلي السحر كاين ومشعوذين واللي ما كيخافوش الله موجودين، ولكن حنا ما كناش من هذاك النوع اللي يقدروا يربطوا المشاكل اللي كتوقع لينا في الحياة بالسحر. والدليل على هاد الشي واخا لقيت جوج ديال المرات أعمال السحر والشعوذة ما درناش الرقية وما عالجناش راسنا. فوقاش غادي تبدل عندنا هاد الفكرة، هي في الليلة اللي غادي نكون ناعسة في بيت النعاس تبان ليا مصطفى ناض حل الباب ديال البالكون ورجع تكا في بلاصتو. بطبيعة الحال حيت كان البرد قلت ليه سد هداك الباب علاش حليتيه راه كيدخل البرد. السيد ملي سمعني هدرت من وراه قفز وشعل الضو، بقى كيشوف جهة الباب وكيشوف فيا مستغرب. قال لي او كيفاش دخلتي وتغطيتي؟ قلت ليه بسم الله عليك اخويا منين غادي ندخل، انا في بلاصتي ما تحركتش منها، انت اللي كنتي ناعس ونضتي حليتي البالكون ورجعتي تكيتي. قال لي انت اللي كنتي في البالكون وقلتي لي حل عليا الباب من الداخل راه سدو البرد. من علامات الذهول اللي كانوا في وجهي مصطفى عرف باللي فعلا ماشي انا اللي هدرت معاه. واش كان كيحلم وناض طبق الحلمه، واش كان كيتخيل ولا الله اعلم بصح سمع شي صوت من صحاب العالم السفلي. انا في داك اللحظه حسيت بقلبي تخبط عليا، بيني وبين نفسي وليت كنقول ياك ما مصطفى تاثر بهداك الجلد ديال الماعز اللي حل وما كانش محصن نفسه ما قرا لا قران لا والو ملي كان كيقلبو. انا باقا كنقول في هاد الهضره في نفسي حتى غادي نسمع بنتي الكبيره كتدق بشويه وكتعيط بابا بابا. ناض مصطفى حل ليها الباب، ياك لاباس بنتي؟ قالت ليه بشويه اجي تشوف خويا عبد الحكيم شنو كيدير. مع كنا حولنا ليه ناموسيتو في البيت مع خواتاتو، مشيت انا ومصطفى بالزربه كنلقاو عبد الحكيم واقف لاصق مع الحيط وعاطي نيت وجهه للحيط وكيهضر بوحديتو، الكلام اللي كان كيقول ما نفهمش وبحال الكلمات المتقطعه. مصطفى شدو من يدو دورو لعندو وكيحاول يفيقو حيت الولد كيبان بحال مغيب، واخا كان حل عينيه مفيكسين ما كيتحركوش، واخا تحرك يدك حدا عينيه ما يتبعكش بيهم. بقى الولد هكاك حتى قرب يطلع النهار عاد رجع ينعس. با خلانا في الدار وخرج صلى الفجر في الجامع وتعطل بزاف حتى بان الضو عاد اتصل بيا. قال لي حلي الباب راه جايب واحد الفقيه غادي يقرا على عبد الحكيم. جا الفقيه بدا كيقرا على عبد الحكيم، الولد مره كان كيبكي مره كيضحك مره لا. لا حركه ولا تعبير. حتى الفقيه هي ومشى في حاله. ومن داك النهار وحنا كنعانيو وكنتجراو به عند الاطباء النفسيين، عند الرقات بلا حتى فائده. وهادشي كامل بسبب فاطمه اللي يعلم الله علاش كانت كدير لينا داك التشاويد وعلاش بالضبط عبد الحكيم من دون خواتاتو اللي وقع ليه هكا. الحصول معاناتنا باقا مستمره اللحظه اللي كتسمعوا فيها القصه. المعاناه كاينه والسعي في سبيل الشفاء حتى هو كاين. ما غاديش نعياو وما غاديش نستسلموا حتى يبرى عبد الحكيم ويرجع للطبيعه ديالو. وباش نوصلوا لهاد الشي انا قررت ندير سنه بيضاء جلست فيها من الخدمه باش نقابل ولادي حتى يحن الله ويدير لينا تاويل ديال الخير. هنا غادي نكون وصلنا لنهايه قصتنا اليوم. ما تنساوش ديروا لايك الا عجبتكم القصه. ما سخيتش بكم ونتلاقاو في القصه الجايه ان شاء الله.